أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم في موضوع لذيذ قوي، الأكل. هنشوف مع بعض أهم الكلمات الألمانية اللي بنستخدمها لوجبات اليوم، وطبعا هنشوف ترجمتها بالعربي إيه. طيب خلونا نبدأ على طول. أول حاجة لازم نعرفها هي التحيات اللي بتتقال على السفرة، يعني قبل ما الناس تبتدي تأكل. أول واحدة ودي يمكن أشهرهم هي Guten Appetit. دي عبارة كلاسيكي قوي في ألمانيا، يعني لو ترجمناها حرفياً تبقى حاجة زي شهية طيبة، بس هي بالظبط زي ما احنا بنقول بالهنا والشفا، بسيطة ومشهورة جداً. في كمان تحية تانية ودي بقى عامية أكتر وغير رسمية، وهي مالتسايت. دي بتسمعها كتير قوي في وقت الغداء، بالذات في أماكن الشغل، يعني كأنك بتقول لزمايلك غدا هني أو استمتعوا بالأكل، كلمة سريعة كده ولطيفة. تمام، عرفنا التحيات. نيجي بقى للوجبات نفسها، وهنبتدي بأول وأهم وجبة في اليوم. وجبة الفطار بالألماني اسمها das Frühstück. طيب عشان نشوفها في جملة بصوا المثال ده: Ich esse mein Frühstück um 7 Uhr. يعني ببساطة أنا بفطر الساعة 7 الصبح. شايفين إزاي الكلمة بتدخل في سياق طبيعي جداً؟ خلصنا الفطار؟ تمام، ندخل بقى على الوجبتين الكبار اللي بيكملوا باقي اليوم، الغدا والعشاء. هنا الموضوع بسيط قوي ومنطقي. الغدا هو das Mittagessen والعشاء هو das Abendessen. الفكرة كلها إن Mittag يعني منتصف اليوم وAbend يعني مساء، وكلمة Essen طبعاً معناها أكل، فكأنك بتقول أكل النص اليوم وأكل المساء. سهلة جداً. طب نشوف مثال على الغدا. الجملة بتقول Ich esse gern Würstchen zum Mittagessen، ودي معناها أنا بحب آكل سجق على الغدا. كلمة gern هنا معناها بحب أو بكل سرور، فده بيورينا إزاي نعبر عن الأكل اللي بنفضله. ونيجي للعشاء. المثال هنا بيقول Zum Abendessen esse ich gern Wurstsalat، يعني على العشاء بحب آكل سلطة السجق. وعلى فكرة الفورست سالاد ده طبق ألماني مشهور جدا هناك. فكده عرفنا نعبر عن تفضيلاتنا في الأكل كمان. حلو قوي، يبقى كده إحنا لمينا الموضوع. تعالوا بقى نعمل ملخص سريع لكل اللي قلناه ده عشان نثبت المعلومة. زي ما شايفين في الجدول ده، عندنا الكلمات الأساسية das Frühstück يعني الفطار، das Mittagessen يعني الغداء، وdas Abendessen يعني العشاء. ملخص بسيط وواضح يلم كل حاجة.